يعني تعرف كرة القدم المعطيات التي هي تتفرزها كل مباراة، واحد مجموعة المباريات هي اللي تتعطي ذاك الجو العام اللي تيشتغل فيه الفريق. كنظن انه حنا الطريقه باش دخلنا هذا الموسم هذا القسم الوطني الاول ما ما ملزومش عندنا اننا نحددوا واحد السقف للاعبين نقولوا بنا نلعبوا الربعه الاوائل ولا العشره. حنا بالنسبه لنا اون فا اسيي باش نشطوا البطوله، نلعبوا كما قلت كل مباراه نعطيو فيها لو ماكسيموم، وما ما يمكنش حنا اننا ليميتيو. تعرف اللاعب المغربي لما الشحنه المعنويه، فتظن انه هي الخدمه اللي تتدار طيله الاسبوع، واللي الحمد لله عندنا لاعبين من مستوى سير بلون مونتال يعني ممتاز. فتظن انه ذاك التحفيز اللي بيناتهم بعد اساسا هما لا فرديا ولا جماعيا، فتظن هو اكبر شحنه معنويه بالنسبه لنا. لو فيت دو جوي المراتب من 10 ل 6 ولا اكثر، فتظن انه هذا الشيء ما بغيناش نديروا واحد الحاجز اللي يكون نفسي بالنسبه للاعب. اللاعبين الحمد لله كما قلت انه مجريات البطوله عطاتهم انهم الحمد لله منذ الدوره 19 كما قلت راه استطعنا تقريبا واحد 99% الى 95 وصلنا للهدف ديالنا. هذا الشيء ما تيمنعش سي اون كونسير افيك لي جوار ان شاء الله غادي يكونوا عندنا اجتماعات اخرى، وغاديك الساعه على حساب هنا تبقى يعني مستوى الطموح تاع اللاعبين ديالنا ولا تاع مكونات فريق مراكشي راه اشنا هو السقف اللي يمكن نوصلوا ليه. نظن انه اذا خدينا هذه الامور على شكل هذا التحدي هذا فيمكننا نمشيو للامام، ولكن الا ديكلارينا دابا بانه حنا راه بغينا نلعبوا على الرتب الربعه الاولى ولا بغينا نلعبوا البطوله، فظن ما في صالحناش وما غنشكلوا الا واحد الضغط اللي هو مجاني على اللاعبين ديالنا. بالعكس خصنا ناخذوا هذه الامور على شكل تحدي، انه الفريق تظن انه سنوات هذه هو تيصارع باش يفرض الوجود ديالو في القسم الوطني الاول. خصنا ناخذوا التحدي الاكبر هو انه الفريق خصو ينهي الموسم في احسن مرتبه ممكنه. تظن هذا هو في نظري الطريقه باش خصنا نتعاملوا مع الامور.